السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ايه كم التخفيضات المرعب ده؟ انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ هو دي حاجة وحشة؟ لا، هي حاجة حلوة للمواطن، بس حاجة برضو تقلق، حاجة برضو تخلي الناس تعيد التفكير مليون مرة في التعامل مع التوكيلات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في احد التوكيلات المحترمة الجميلة اللي موجودة في السوق دلوقتي راح هابد تخفيض لعربية وهنقول اسمها الاكس بانج الجي 6. نزل سعرها من 2 مليون و400 ل مليون 850 الف، او من 2 مليون 450 لمليون و800، 650 الف جنيه تخفيض. ايه ده؟ معلش يعني اي مواطن، اي حد موجود على كوكب الارض هيسأل نفسه دلوقتي: هو انتوا كنتوا بتكسبوا كام؟ ما انت ما تقنعنيش ان انت بعد ما نزلت 650 الف جنيه انت حضرتك ما بتخسرش. ده اولا. وثانيا، حضرتك دلوقتي بقى بتكسب اصلا كام بعد ما نزلت 650 الف؟ لا، الارقام مرعبة، الارقام تقلق. اي حد يسمع الرقم ده يقلق يتعامل مع التوكيل ده اصلا يا جماعة. ما هو كده يعني، معلش، التوكيلات دي يعني حاجة غريبة. قبليه توكيلات 300 الف و400 الف و250 الف. يا جماعة، ده اتخن تاجر في جمهورية مصر العربية لما بينزل تخفيض بيعمل له 50 الف 60 الف 70 الف. ده لما يكون تاجر يعني ما حصلش منه وما جابتوش ولادة بيعملوا تخفيض 100 الف جنيه. ده يعني بيبقى خلاص بيضحي بالسقط واللقط، يعني اللي هو خلاص انا بجيب اخري في العربية مش قادر، او عايز ابيع منها، عندي منها ستوك، عايز اخلص لكن حضرتك توكيل تعمل لي 650 الف جنيه في عربية واحدة؟ دي تجيب عربية تانية. ده رقم يجيب عربية تانية اصلا. يا جماعة كده التوكيلات بصراحة لا، كده في يعني كمية قلق مش طبيعية عند كل. عندهم حق، عندهم حق اذا كان التوكيل بيعمل في الناس كده. يا جماعة احنا ياما قلنا للتوكيلات تعقلوا، يا جماعة انتوا بتنشروا العربيات الكهرباء، يا جماعة حاولوا تنشروها في الاول وتعمموا الثقافة، وبعدين الناس كلها بعد ما تحبها وتبتدي تركب وتحكي لبعض عنها، ولما نسب المبيعات تعدي 10% وتوصل ل 30-40% يبقى ساعتها اكسب. نزل اول 1000 عربية ما تكسبش فيهم. الكلام ده والله ياما قلناه، ما تكسبش في اول 1000 عربية. ايه المشكلة؟ ايه المشكله ان حضرتك ما تكسبش في اول 1000 عربيه؟ ايه العيب يعني؟ حضرتك اكسب بعد كده، اكسب بعد ال 1001. قول بقى خلاص انا عندي دلوقتي خطه ان انا هكسب من العربيه 1001. اكسب، ما حدش قال لحضرتك حاجه، لكن ما تجيش تكسب لي من اول عربيات تنزلها اكتر من 650 الف جنيه. يا جماعه ده بيثبت ان التوكيلات فعلا بتدبح في الناس زي ما بيقول. يا ريت التوكيلات ترد، يا ريت التوكيلات تتكلم، يا ريت التوكيلات تقدم بيانات. هو التوكيلات ما تعرفش تقدم بيان غير انها تقول انا غير مسؤولة عن السيارات اللي جاية استيراد شخصي مع الناس، والناس اللي جاية بقى جمرك وتربتك، اي عربية مش هتتباع من عندي مش هعمل لها اي حق. ايه ده؟ هو ده البيان الوحيد اللي بتعرفوا تعملوه كلكم كتوكيلات؟ هو ده البيان الموحد يعني للتوكيلات؟ ده انت كده حضرتك بتثبت انت بتحارب مين؟ بتحارب العربيات اللي من نفس البراند ونفس الماركه، بس عشان جايه من بره وحضرتك ما استفدتش من بيعها فبالتالي انت بتحاربها. يا فندم احنا بنقدم خدمات اقسم بالله للي نعرفه واللي ما نعرفوش. راكب عربيه كهرباء عيني، عايز ايه؟ والله بسأل حضرتك على اقسم بالله كل يوم بيجي لي من التليفون ده عدد رهيب وكم فظيع من التليفونات. الو، انا والله يا فندم اشتريت عربيه كهرباء، الف مبروك الف مبروك. حضرتك عايز ايه؟ والله انا بسأل عن كذا وكذا. يا فندم بتتعامل بالشكل الفلاني، الله يبارك لك، الله يبارك لك، تمام، بالتوفيق ان شاء الله. تعبان مرهق من التليفونات دي؟ تعبان ومرهق، بس يا اخي ده لوجه الله، انا بنشر ثقافه، انا راجل صاحب رساله، انا راجل مش داخل الشغلانه اكسب وخلاص، لا، انا راجل دلوقتي بعمل حاجه، جزء من شغلي، جزء من حياتي لازم يكون لله، لازم يكون حتى للمستقبل، ان انا بحاول انشر الثقافه، احاول اخلي الناس تحب العربيات.
لا يا جماعه، ده ايه ده الموضوع بقى مرعب. ولسه كمان التوكيلات اللي جايه جديده بتعمل نفس الموضوع. يعني بتعمل ايه؟ داخله برضو بتنفخ في اسعار العربيات وتدي 500 600 الف جنيه. ولسه متكلمين من يومين وقلنا يا جماعه كان في حفله جميله ورائعه وجميله عند الهرم للقصراوي، ما شاء الله حاجه فوق الرائعه، جميله قوي الحفله، والعربيه زياده عن السوق 600 الف جنيه. 600 الف جنيه والعربيه الاستيراد فيها كماليات مش موجوده عند القصراوي. الله، طب انت عاوز ايه؟ 600 الف جنيه ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. انت المفروض كراجل توكيل انت بتجيب عدد من العربيات او بتجيب ستوك عربيات ضخمه او عندك عقد مع الشركه، انت المفروض تجيب احسن من اي حد بيجيب عربيه، من اللي بيجيب عربيه لوحده. انت المفروض تجيب افضل سعر، انت المفروض تقدم افضل خدمه، عشان انت بتعتمد على المكسب من الكم وليس المكسب من الفرد. انت بتكسب من الكميات، مش بتكسب لا، انا بكسب، ببيع 10 عربيات وبكسب قد ما انت هتكسب في عربيه واحده. هي دي الشطاره، ان انا انشر عربيتي في الارض. كم المنافسه ضخم، كم المنافسه كبير. لو التوكيلات ما عملتش الكلام ده مش هتنافس. وفي توكيلات دلوقتي ومش عايز اقول اسماء بتعاني دلوقتي في المبيعات. توكيلات موجوده ولسه فاتحه السنه دي وما بتبيعش. ومفروض خدوا بالكم كل توكيل من دول عنده ستوك او عنده مفروض عقد لازم يوفي بيه مع الشركه الام. وانت فاكرين اكس بانك عملت الكلام ده ليه؟ عشان مبيعات ضعيفه، وفي نهايه السنه المفروض قبل ما يقفل السنه دي لازم يكون بايع عدد معين من العربيات طبقا للعقد اللي موجود بينه وبين اكس بانك، يا اما الوكاله هتسحب منه. انت حضرتك لازم تبيع لنا خلال السنه دي 200 عربيه 300 عربيه، فهو بيتزنق، بيجي في اخر السنه يتزنق فيحرق العربيات. طب هو ده كلام؟ طب ما تبيع من اول السنه وتبيع بشكل معتدل وتبيع كويس، هتستمر وهتثبت نفسك في السوق والناس هتحب التوكيل. لا يعني والله العظيم يا جماعه اتكلمنا كتير مع التوكيلات، احنا نفسنا كل التوكيلات تبقى محترمه تحترم المواطن. في كم مشاكل اصلا مرعب بين المواطنين وبين التوكيلات. يعني بصراحه لا يعني والله العظيم كان موقف مرعب. الرقم اللي اتقال ده 650 ألف جنيه تخفيض، رقم غير متوقع، رقم أقسم بالله كل الناس اتخضت. أنا أشك إن في حد ممكن يتعامل مع التوكيلات بعد الأرقام اللي بتحصل دي. بجد أشك إن في حد ممكن يتعامل معاهم بجد والله فعلا. انتوا كده بتطفشوا الناس من العربيات الكهرباء. لسه بنقول يا هادي يا جماعة ده في ملايين العربيات الكهرباء المفروض تبقى في مصر، ملايين. احنا بنتكلم في 15 16 الف عربيه، رقم هزيل جدا وقليل جدا. ما تساعدونا في نشر الثقافه، ما تخلوا الناس تثق في العربيات الكهرباء. ما ينفعش كده. لسه كان عندي عميل والله النهارده بيستلم عربيه، ربنا يبارك فيه يا رب. المهم الراجل جه مشكورا واستلم عربيته وقال والله بص احنا عندنا خلل في مشكله التوعيه، التوكيلات رعبه الناس من العربيات الكهرباء، يا تركب عربيه كهرباء بضمان يا اما العربيه هتفرقع في وشك الصبح. ايه يا عم؟ ما احنا راكبين عربيات كهرباء من 2016 ما حدش قال لنا حاجه، والعربيات بايعينها زي ما هي. عربيات بتيجي وتمشي بال 200 الف كيلو وبتمشي بحالتها بالتيل والطنابير الاصليين بتوع الشركه. فيعني ما ترعبش الناس من العربيات. ما انت لما تيجي تقول كده انت فاكر ان هو هيجري عليك كتوكيل عشان يشتري منك؟ لا، هيخاف وهيترعب. فانت بترعبه بالسعر وبترعبه اصلا من العربيه. يعني والله سياسه التوكيلات في مصر للاسف لا يا جماعه. فين هاتولي توكيل واحد بيعمل حمله توعيه بفوائد السياره الكهربائيه؟ انا عايز توكيل واحد بس في مصر طالع كده يتكلم يقول يا جماعه فوائد السياره الكهربائيه اولا، وثانيا يتكلم كده يقول مثلا ينزل اعلان. لا، كل واحد بينزل لك الليد لايتس والمش عارف مين والفوانيس اللي مش عارف ايه والقرب مش عارف ايه. انا مش هعمل بيه كماليات. انا يا فندم مش عايز كمالية، انا عايز اعتماديه، والاعتماديه دي موجوده في العربيه الكهرباء ومش في كل العربيات. حضرتك اطلع اثبت لي وكلمني في الاعتماديه، ما تكلمنيش بقى في كم الكماليات اللي بقى يعني بصراحه مقرف، يعني زياده قوي. يعني كم الكماليات بقت الناس كلها تركز على الكماليات ويسيب الايه ويسيب التعليق والموتور الاساسيات فين؟ العربيه اساسياتها ايه؟ ما تدينيش كماليات ورفاهيه اكتر من لازم في عربيه سوري مش براند، مش اسم، مش ماركه، مش معروفه، ما بتبيعش. وبعدين تقول لي ده انا هضرب السعر في 2 عشان بس الكماليات. واو، ده العربيه الناس تشوفها تقول يا جماعه ما تنخدعوش بالمظاهر فعلا. ويعني التوكيلات عملت لقطه بصراحه اليومين اللي فاتوا دول 3 4 لقطات ورا بعض سيئين للغايه.
الله يكون في عون الناس، ويعني ويكون في عون التوكيلات بصراحه، الله يكون في عون التوكيلات. خالص تحياتي، واشوفكم دايما على خير يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. مش عايز يقفل اللايف.